السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في هذا الفيديو. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات في مشارق الأرض ومغاربها، سواء الماكثين ثابتين القارين الساكنين في هذه القناة أو العابري السبيل، راكم ملاح بخير منين؟ برافو على الجميع. نتمنى تكونوا بصحة جيدة وتكونوا كتمتعوا بسلامة الجسد وهدوء الروح، هذا هو اللي مهم. هذا الفيديو مخصو للخونة، الخائنين والخائنات، وفيهم اشكال بطبيعه الحال، ولكن انا غادي نركز على الخائنين ديال الوطن، سواء الحركيين الهكاويين اللي كينتميوا للدوله الجاره، او الخونه ديال البلاد ديالنا ديال المغرب، الخونه ديال الداخل وديال الخارج، اللي كيشتغلوا سواء عن جهلين بلا ما يعرفوا راهم تما بمسميات وبذرائع مختلفه، ولكن في الجوهر انهم كيشتغلوا لاجندات اجنبيه، وبالاخص الاجندات فرنسيه. هذو هما اللي غادي نركز عليهم. او عن علمي، وهي الطامه الكبرى، باش تلقى بنادم بهذا المعنى خائن عميل، وهذا بطبيعه الحال راه القانون واضح في هذه المساله، وهذا نورمالمون خاصو يتحكم بلا ما نقولها، لان اللي كيهدم المجتمع من الداخل هو اخطر الناس على المجتمعات. وظلم ذوي القربى اشد مضاده على النفس من وقع الحسام المهند. الاستعمار راه واضح، ولكن فاش يكون واحد ولد بلادك كيطبل ويزمر المشروع الاستعماري، خطير هذا على البلاد، وبطبيعه الحال خائن عامل، لان الاستعمار بحال هاد الناس اللي كيبغيو بحال هادو، لان كيشتغلوا. الاستعمار كيشتغل بواحد الطريقه غير مباشره من خلال هاد العناصر، هاد العناصر اللي هما عملاء خونه. هادشي اللي يمكن لينا نقولوا عليهم. هاد الفيديو غادي نعطيه لكم ونوضح لكم من خلاله النوايا الخبيثه ديال الاستعمار الفرنسي. الاب ديالي رحمه الله عليه، بحكم الدور اللي كان كيلعبوا في جيش التحرير، كان كيعاود لي شي مسائل بحال هكا، ولكن وقفنا عليها الان. كان كيقول لي بان كاين نوعين من الناس اللي كانوا كيشتغلوا مع فرنسا، كانوا قياد، بشوات، خلفاء، كاين مناصب. كاين واحد النوع اللي يشتغل وكان اكثر حقدا على المواطنين المغاربه من الفرنسيس، نهبوا الاموال ديالهم، الاراضي ديالهم، بل وصلت الوقاحه بالبعض انه زول الزوجات للناس وجوجهم هما. اييه، صدق او لا تصدق. كاينين ناس مغاربه اللي كانوا كيشتغلوا مع فرنسا، اللي كان كيستعبدوا المغاربه، اللي كانوا يضطهدوهم، اللي كانوا كيديروا لهم متابعات يعني عن ظلم. يهضر هو مشى برقق به. وبالاكثر من ذلك انهم كانوا كيوصلوا تبرقيقات، كانوا شكامه لفرنسا بداكشي اللي كيديروه المقاومين والمجاهدين. هادو خطار هادو. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، بلا ما نقول السميات باش ما نديرش احراج لبعض الاسر، بالاخص في المنطقه اللي تزاديت فيها واللي حكى لي عليها الاب ديالي، وبعض المقاومين ايضا اللي كانوا قراب من العائله واللي تحاورت معهم وانا صغير السن. ما نهضروش على هادو. كاين واحد النوع اخر اللي قال لي عليه الوالد رحمه الله عليه، اللهم اسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين، هو وجميع المسلمين والمجاهدين والمقاومين اللي ناضلوا من اجل تحرر الوطن ديالنا الحبيب. قال لي كاين واحد النوع اللي كانوا كيشتغلوا هذه المناصب حقا مع فرنسا، كانوا في الجنود وكانوا في البشوات، قياد، وايضا مناصب اخرى، ولكن كانت عندهم واحد الغيره منقطعه النظير على الوطن ديالهم، كان عندهم واحد الحب شديد للوطن. بل اكثر من ذلك، اي تحركات ديال العسكر ديال فرنسا كيسبقوا الخبر للمقاومين والمجاهدين باش ياخذوا الحيطه والحذر. وايضا هاد الناس راهم معروفين، والاسم ديالهم مؤرخ، معروفين بداك الخدمات الجليله اللي قدموها لجيش التحرير ولا المقاومين عموما في المغرب باكمله. وانا هنا كنخص بديك المنطقه اللي عشت فيها انا. هاد القول انا استنتجت منه واحد المساله، هو ان واش ما نقدروش نقولوا بان الحب للوطن كيجري في الدم ديال البنادم، يعني توارثوا ابا عن جد. وفي المقابل الخيانه ديال الوطن هي ايضا كتمشي في الجينات ديال البنادم، يعني ان الخائن او الخائنه اللي كانوا كيشتغلوا مع الفرنسيس وكيرعاو المصالح ديالهم وكانوا كيستعبدوا الناس، راه ما يولدوا الا الخائن. اش كتسنى منه؟ يولد الشريف؟ راه ما غاديش يولد الشريف. بحال الحركيين دابا ديال الهكاويين، شنو كتسنى منه يولد؟ غادي يولد غير الخائن والاتباع ديال فرنسا. وهذا الشيء قالوها بطبيعه الحال الاسياد الفرنسيس، قالوا لك بان تركنا في مستعمراتنا من سيدافع عن مصالحنا. وهذا الشيء راه كيتجلى بطبيعه الحال في الاعمال الخبيثه اللي كديرها فرنسا.
هذه المستعمره ديالها، وان هذا الشيء اللي دارته فرنسا خطير وخبيث اكثر من الاستعمارات الاخرى، وان الخروج ديالها ما كانش خروج غير هكاك، لا الخروج ديالها ولكن حتى تمكنت من اشياء اللي خاص ضروري يفطنوا لها هاد الخونه، وباش تكون عندهم تنمى عندهم هاد العاطفه، هاد الحب للوطن، ويخليهم داك الترهاب، لان المشاركه في العمل السياسي في تدبير الشان العام هو افضل من السعي لترسيخ المشروع الاستعماري اللي كيتمثل اولا الاستعمار الفرنسي راه فاش خرج كيشتغل بهذه المسائل. اولا كيحاول ما امكن يدير عناصر اللي كيخدموا الاقتصاد ديالو، عناصر سواء كاداريين او كرجال سياسه. ثانيا كيحاول ما امكن يوطن فيك ذاك التبعيه الثقافيه، وبالتالي تهجير ديال الادمغه. ثم الابقاء على العناصر اللي كانوا كيشتغلوا في الجنديه ديالهم، وبالتالي بحال الهكاويين، وبالتالي فذاك الضباط راه ما يخدموا الا المشروع الاستعماري في المنطقه. وبالتالي كيحاولوا ما امكن دائما، هذا الاستعمار الفرنسي كيحاول ما امكن باش يزعزع الاستقرار ديال البلد، باش يضرب الاقتصاد ديالو، يضرب الامكانيات او الكفاءات الفكريه الثقافيه اللي كاينه ديال ذاك البلد، ويخليه دائما تابع. ثم يزعزع الاستقرار ديالو من خلال خلق بؤره ديال التوتر، يعني دائما التهديد ديالو التقسيم، دائما الوحده الترابيه ديالو ما كتكتملش. وهذا الشيء اللي مطروح ما بين المغرب والجزائر، يعني ان العدو الخصم اللذوذ والفعلي سواء ديال المغاربه او ديال الجزائريين، وللاسف الهكاويين ما واعيينش بهذه المساله، العدو الفعلي اللي خاص يفطنوا به الجميع هو فرنسا. كي قالوا لي زافريكان ديغاج يا فرنسا، هذا واحد الكادو غادي نعطيه لهذه الخونه والخائنات اللي كيطبلوا للاسف للمشروع الاستعماري الفرنسي. انا غادي نعطيكم شهاده شاهد من اهلها، نعطيكم واحد الشهاده ديال السفير الفرنسي في المغرب المتقاعد، شنو قال على فرنسا، شنو كدير فرنسا في حق المغرب، وشنو كدير فرنسا في حق المغرب معيه الجزائر، صحبه الجزائر. اما الجزائر حنا عارفين بطبيعه الحال الا بغينا نقولوا بانها هي واحد الكيان وجداته من اجل زعزعه الاستقرار ديال المغرب. ها انت مسيو الخائن، انا لا الخائنه، كونوا تحشموا شويه على عرضكم. ها هي شالونج بوما هذه تابعه للمغرب، ولكن راه ما يمكنش تكذب على هذا السيد هذا لونسيان امباسادور. قال لك ليس هناك حصر دي جي اس او. ان فرنسا راه كتحكم حتى هي، كتحكم في العالم وبالاخص في المستعمرات ديالها. شوف شنو قال هاد لومباسادور، قال لك ليس هناك بالنسبة لدي جي اس او شك في أن يصبح المغرب تركيا لشمال إفريقيا. سمعتوا؟ هو أعطى لنا السبب الحقيقي ديال هذا العداء الفرنسي المتوارث منذ القرن 19 على المغرب. اسمع السي الخائنة لا الخائنة. قال لك لا ماشين اسويي est en branle et tous les moyens ont mis à son service pour atteindre son objectif, affaiblir Strolia, affaiblir إضعاف le royaume du Maroc en le salissant, affirme à Maghreb Intelligence un ancien ambassadeur français à Rabat aujourd'hui le 19 يعني في 19 جوج 2023. سمعوا شنو كيقول. وتبدو العملية مصقولة للغاية مثل ورق الموسيقى، على أي يمكن هذا التعبير الاستعاري المجازي، التناوب بين التحقيقات التي لا أساس لها من قبل المنظمات غير الحكومية. وهنا كيخص بالذكر ذاك الحملة اللي دارت على بيكاسوس وعلى من طرف لو موند ومن طرف أيضا فوربيدن ستوريز التي يفترض أنها مستقلة. هذوك الحملات الإعلامية اللي داروا من المفروض أنها خاصها تكون مستقلة، ولكن تم تسييسها وتسخيرها من طرف دي جي اس او، المخابرات، كل شيء مخبرا. السي الخائن أيتها الخائنة. ونشر مجموعات صحفية وتقارير يفترض أنها موضوعية، يفترض نورمالمون خاص تكون فوربيدن ستوريز. وهنا خاص يتساءل الخائن والخائنة المغربية علاش فوربيدن ستوريز ما تجيبش تقارير على الأعمال الخبيثة اللي دارت فرنسا في مالي، التمويل ديالها الجماعات الإرهابية، ولا في بوركينا فاسو، ولا في العديد من الدول الإفريقية من نهب وسرقة للثروات. علاش ما ديرهاش؟ علاش؟ لأن الإعلام ديالهم حتى هما مخبرا ويدافع عن المصالح العليا لفرنسا، وانتم تدافعوا عاوتاني الخونه على المصالح العليا لفرنسا. عندكم لا تدافعوا عن المصالح الوطنيه ديالكم. راه ما هو سياسي، المشاكل السياسيه الاجتماعيه الاقتصاديه ديال الوطن تناقش من طرف الكفاءات الوطنيه. واش كل من هب ودب ويجي وينوض يقول لك نحن نطالب بكذا وكذا الى اخره؟ لماذا تمزيجون وتخلطون فيما بين الاشخاص والسياسه، فيما بين الاشخاص والوطن؟
وتنظيم مجموعات على الشبكات الاجتماعيه. شوف فين مشاو، يعني المخطط اللي دايره الدوله الهكاويه راه نفس المساله. مازال غادي نجيب لكم فيديو اللي فيه التخطيطات الجهنميه اللي كديرها الدوله الهكاويه ايضا في المغرب. كاين تنظيم مجموعات على الشبكات الاجتماعيه من اجل اثاره البلبله والوشوشه، من اجل زعزعه الاستقرار، من اجل الضرب في المعتقدات ديال الانسان الوطني بالاساس. واخيرا محاوله الاحتواء الدبلوماسي. يعني الاحتواء الدبلوماسي راه عيات ما دير فرنسا ما قدرتش، ولكن كاين عمليات اخرى اللي كديرها في الخفاء. راه غير عمليه التهجير ديال الاطباء ديال المهندسين، هذه كتدخل ضمن المشروع الخبيث ديال فرنسا. واش كتشفق على الاطباء والمهندسين وفين راه عامه الشعب اللي نهبت الخيرات ديالهم والثروات ديالهم. ديجاج يا فرنسا. استراتيجيه دبلوماسيه تهدف الى الحد من تاثير الخصم. دي جي اس او هي المديريه العامه للامن الخارجي. برنارد هذا سماه ايميلي لما يقرب من 6 سنوات وهي كتحاول. فان صعود المغرب الذي يشبه بشكل غريب تركيا يقود مضجعهم. ما باغيينش تركيا اخرى في شمال افريقيا، ما باغيينهاش. راكم شفتوا كيفاش انهم يتلذذون حتى بالزلزال اللي ضرب تركيا. للاسف هم خبيثون لا علاقه لهم بالانسانيه، ما عندهمش، هم ساديون. يثير قلق باريس الان. يذكر هذا بذكريات مريره، او لا يذكر بذكريات هذا بما على اي هذا راه كيدخل ويخرج في الهضره شي خطرات في الترجمه ديالو. هذا الحاج عمي يقول مريره عندما كان سفيرا في انقره بين عامي 2007 و2011. علاش كنلقاو داك التحامل الخطير اللي كديروا فرنسا ضد تركيا؟ لماذا؟ لان لا تريد أن تكون في هذا العالم إلا هي. عندما وصل ورثة الإمبراطورية العثمانية إلى السلطة بالنسبة لبرنارد إيمي، الصدمة اللي بدأت يجرؤ على التحدي اقتصاديا. شو كيفاش أنهم كيتضاربوا الخونة الخونة الشركة راهم يتقاتلوا باش ينهبوا الخيرات ديال البلدان الأخرى لصالحهم، وأنتم غردوا خارج السرب. أنتم سيروا طبلوا حتى أنتم الأجندة ديالهم. ويحسب ولا بحسب مصادر استخبارية مغاربية مطلعة فإن عداوة المديرية العامة للشؤون الخارجية للمغرب لا تعود إلى السنوات الأخيرة. يعود تاريخه إلى أوائل العقد الأول من القرن ال21 وتغيير الحكم في الرباط. فاش تولى زمام الحكم الملك ديالنا الله يحفظه في باريس. لا نعرف الملك الجديد جيدا ولا خياراته الاقتصادية والدبلوماسية، فقط أدركنا بسرعة أنه يرفض أي تدخل أبوي من باريس. افتخر أيها المغربي، الملك ديالنا ما باغيش التدخل الفرنسي في الشؤون الداخليه الاقتصاديه السياسيه وما الى ذلك. ينصب اداره جديده على راس الدوله المغربيه لا يفهمها الفرنسيون على الاطلاق. ينصب اداره جديده. قله هم اولئك الذين لديهم معارف في فرنسا الان. اذا استمرت الكتب المثيره التي تهدف الى الضغط على المغرب في الخروج بانتظام، هذا الاليزاج قلت لكم بان راه كيرول ما بين الكلمات. يراقبون لتجنب تدهور كبير في العلاقات بين البلدين. يعني راهم متبعين، وهذا الشيء كيذكرنا بداك الاعمال الخبيثه اللي درتها قبل المؤتمر ديال الجزيره الخضراء، وكيف انها ضحت ببلدان ليبيا والكونغو والعديد من البلدان ساهمت بها الدول الغربيه فقط كي تحتفظ بالمغرب. اذا فالاهميه ديال المغرب بالنسبه لفرنسا راه اكثر من الجزائر. لكن في اوائل عام 2010 تغير الوضع اقتصاديا. ينتحل المغرب المزيد والمزيد من الاسهم المهمه في السوق الافريقيه. العامل الاول البنوك والتامين وشركات البناء والاتصالات والطيران والعديد من القطاعات الاخرى تجعل الدار البيضاء اقرب الى داكار وابيجان وليبروفيل من باريس. في العاصمه الفرنسيه تطحن الاسنان، كتغرز السنيها. علاش؟ لان الثروات ديال الافريق بدات كتمشي ليها، والمغرب كيشتغل بها بمنطق الرابح. وتتبع الدبلوماسيه. الرباط هي الان محطه توقف اساسيه لرؤساء دول القاره. الله وهادشي كنلاحظوه في الواقع، لان الان اصبحت قبله للرؤساء الافارقه. علاش؟ لان كي قلت لكم منطق الرابح، وبالتالي فان باريس بدات تخسر المصالح ديالها في افريقيا. وجع الاسنان لا يطاق. التامين وشركات البناء والاتصالات والطيران، على ان هنا راه كاين تكرار لما قيل في السابق. على الصعيد الامني لا يقتصر الامر على تمكين المغرب فحسب، بل ان اجهزته الاستخباراتيه تتولى زمام المبادره في مكافحه الارهاب والجريمه المنظمه. المغاربه يشاركون في احباط العديد من الهجمات على التراب الاوروبي. الالمان والاسبان والامريكيون يحبون، اما الفرنسيون هم المعنيون الرئيسون. انظروا بعيدا. هنايا بالفرنسيه كيقول لك ينظرون بعيدا، يعني انهم راه يحدقون باعينهم، ما عارفينش باش تبلاو. فرنسا تدعم الارهاب في مالي ولا يخفى هذا الامر على احد. ان اداره المملكه عارفين مشات. ان اداره المملكه الشريفه للربيع العربي عاوتاني مشاو حتى الربيع العربي. هادشي كلشي جاي على الدي جي اس او لا نعم الدي جي اس او، اداره عامه الامن الخارجي العربي والاسلامي للمغاربه. لا تروق الخاص والبسيط على الاسلام السياسي. لا تروق لي دي جي اس او. كيفاش انه دبر المغرب، الدوله المغربيه كيفاش قام بعمليه التدبير ديال هذا الاسلام السياسي في المغرب. وهادشي كنهضروا على ذاك اللحظه اللي تولات فيه او لا صعدت فيه الحكومه
الحزب ديال العداله والتنميه، واللي ركبوا على الاحداث ديال 2011 بطبيعه الحال، مما اثار استياء باريس الكبير. ترك الرباط الاقواس الاسلاميه مفتوحه لنحو 10 سنوات، الملتحون سينتهي بهم الامر بمغادره الحكومه بمجرد وصولهم. دابا هذا الشيء ما كتبغيش فرنسا، علاش؟ لان المغرب ولا قادر على انه يدبر الشؤون ديالو الداخليه، لكن انخفاض يعني انحناء دونالد ترامب هو الذي سيكسر ظهر البعير. اعتراف الرئيس الامريكي الجمهوري الاسبق في 2020 بالسياده المغربيه على الصحراء الغربيه، نقولوا عليها اللي بغيتوا هي صحراء غربيه مغربيه، يقلب الاوراق الجيوسياسيه في المنطقه المغربيه. في اعقاب ذلك اصبحت المانيا واسبانيا يعني الدي جي اس او متخوفه من هذا الشيء اللي دايره المغرب. فرنسا دائما كتبغي تستحوذ. المغرب ما بقاش بحال الجزائر لا كتمانيبيليه. الجزائر كتخدموا بتيليكوموند من ليم من فرنسا، كتخدموا من باريس دير ارصا الرا الشا. هذا الشيء المغرب ما بغاش، رافض هذه الاوامر الفرنسيه، وبالتالي فرنسا تختلق الذرائع. البلدان التي تتباطأ في الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، الشعور بالاستهداف. الفرنسيون لا يحبونه إطلاقا وينتقمون. بيغاسوس الخونة والخائنات، بيغاسوس، وقبل كريس كولمان، قطر جيت، هذه كلها عمليات اللي بركتها فرنسا في البرلمان الأوروبي من أجل ترقيع المغرب. بدو حل المجلس الفرنسي المنتخب للعبادة الإسلامية. هنا راه كاين واحد مجلس إسلامي في فرنسا اللي قام ماكرون شخصيا بتفكيكه، وهنا لأن أغلب القاده ديالو الا بغينا نقولوا اولا اللي كيشرفوا على التدبير الشان ديالو قامت بالتفكيك ديالو. علاش؟ لان كاين بزاف ديال المغاربه فيه. ستفعل فرنسا كل ما في وسعها لضمان ان لا يفرض المغرب نفسه على راس المنطقه المغاربيه. كل المشاكل اللي كاينه ما بين المغرب والجزائر ولا حتى تونس دابا انما من اختلاق فرنسا. ايها الهكاويين والهكاويات، انكم تشتغلون لصالح فرنسا. يعرف العديد من المسؤولين الفرنسيين أن الجزائر في حالة تدهور، وأن مستقبلها معرض للخطر على المدى المتوسط. إذا هنا عارفين هذا الشيء اللي كنت قلت لكم في الفيديوهات السابقة، الجزائر آيلة للانهيار، وبالتالي من يحميها؟ يحميها النظام الفرنسي، هو اللي موقفها على رجليه. كي كيقول نعاود نقرانا، وسعيها لضمان أن لا يفرض المغرب نفسه على رأس المنطقة المغربية. يعرف العديد من المسؤولين الفرنسيين أن الجزائر في حالة تدهور، عارفين بأنها في حالة تدهور، وأن مستقبلها معرض للخطر على المدى المتوسط. لذا فهم سيحاولون إبطاء المملكة، أو على الأقل إبطاء تقدمها، كما يشرح للمخابرات المغاربية السفير الفرنسي السابق. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟